السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده وصفه حلوه قوي قوي هتعجبكم. النهارده من مطبخي هنعمل مع بعض حاجه حلوه قوي، بس اهم حاجه نصلي على رسول الله. ولو اول مره بتشوفيني يا ريت تنزلي تضغطي زر الاشتراك وتفعلي الجرس ويوصلك مني كل جديد. وبعدين ما تنسيش تنسيني في اللايك بقى يا حلوه انت وهي. تمام كده. اول حاجه بقى معايا دلوقتي بصلتين حلوين كبار كده، بدات ان انا افرمهم في الكبه زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وعندي فصين من الثوم ومعاهم قرن شطه برده عملته في الكبه معاهم زي ما احنا شايفين كده بالظبط. بدات ان انا اديها تلويحه او تشويحه صغيره كده على البوتاجاز، يعني في الزيت كده. وبعد كده بدات ان انا انزل جزرايه مبشوره كده صغيره. تمام زي ما احنا شايفين كده اهو. كل الحاجات دي موجوده ومتوفره في البيت عندنا يا حبايب قلبي. بعد كده بقى هبتدي ان انا اعصر شفشق من الطماطم كده، وهبتدي ان انا اسيب الايه التخديله بتاعتي او التسبيكه بتاعتي تتسبك. بعد كده بقى هنشوف البطل بتاعنا النهارده وهو ايه بقى. تعالوا نشوف البطل بتاعنا ايه النهارده. بصوا بقى، هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده ايه الليفت بتاعنا اهو. الليفت بتاعنا ده بقى حاجه جميله جدا. ورق الليفت بتاعنا بيبقى احسن واجمل كمان من ورق الكرنب يا جماعه، بيبقى عامل شبه ورق العنب بالظبط. بصوا بقى عامل ازاي، حلو قوي قوي. انا جايبه الرابطه دي كلها على بعضها كده ب5 جنيه. هستفاد منها بقى بحاجتين، هعمل منها مخلل وهعمل منها كمان محشي. تمام كده زي ما انتم شايفين معايا دلوقتي. هبتدي ان انا اعمل منها محشي. يبقى احنا استفدنا بال5 جنيه بتاعتنا، عملنا برطمان ترشي كبير او برطمان مخلل كبير، وعملنا معانا ايه، عملنا معانا كمان ورق ايه الورق بتاعه استفدنا منه ان احنا عملنا منه ايه، عملنا منه المحشي بتاعنا. تمام كده. والله العظيم قسما بالله انا اول مره اولادي يدوقوا المحشي بتاع الليفت ده كانوا بيشكروا فيه جدا. اصلا هم ما عرفوش وما فكروه محشي ورق عنب. تمام يعني هم بياكلوه فكروا ان هو محشي ورق عنب. تمام كده. هبتدي بقى ان انا اقطع الرز لوحدها والورق لوحده، وابتدي بقى ان انا اولع على البوتاجاز. الطريقه بتاعته بقى او طريقه استخدامه لازم يا جماعه لازم ايه، لازم ان هو بينزل في ميه سخنه كده بملح بليمونه بشويه كمون. يعني انا حطيت دلوقتي ميه سخنه وحطيت فيها معلقه كمون ومعلقتين من الملح وعصره ليمونه. تمام كده اهو زي ما احنا شايفين وبقول لكم اهو. بعد كده بقى هجيب الورق بتاعي زي ما احنا شايفين مع بعض كده مقطعته وقطفته كده. بصوا هوريه لكم اهو. بعد كده هنزل بيه بقى في الميه السخنه. بصوا شكله جميل الورق ازاي، تحفه، جميل جدا جدا وحلو قوي قوي قوي. شايفين جميل قوي، ورق اخضر كده ومرعرع وجميل وحلو قوي. تمام زي ما احنا شايفين اهو. بدات ان انا انزله كده، مش هياخد كتير في البوتاجاز زي ورق العنب بالظبط. يعني انت تعامليه معامله ورق العنب بالظبط. تمام كده اهو. بصراحه يا جماعه هو حلو قوي قوي قوي، جميل جدا وطعم وبقى خفيف كده في الاكل وطعم قوي قوي في الاكل كده. بتاخديه بس ثانيه حوالي يعني ايه حوالي نص دقيقه على الوش ده، وترجعي تاني تقلبيه نص دقيقه على الوش التاني، وبترفعيه بقى من على البوتاجاز، بتحطي له شويه ميه ساقعين. تمام كده عشان ما يتهرش منك قوي او يستوى منك قوي. زي ما احنا شايفين كده اهو. بدات ان انا ارفعه اهو وهحطه في ميه عندي جايبه مني ميه متلجه، يعني مش متلجه، ميه جايه من الحنفيه كده، هنزله فيها. تمام كده اهو. وبعد كده هعمل برضو الدور التاني برضو اهو زي ما احنا شايفين كده مع بعض، مش بياخد منك ثانيه بيطلع زي ما احنا شايفين اهو. بعد كده بقى هعمل الدور التاني. طبعا ان هم ما شاء الله جابوا معايا اتنين، يعني دورين من الورق. الدور التاني برضو هوريه لكم اهو. بصوا بقى كده اهو، شوف شايفين الورق عامل ازاي، تحفه والله العظيم يا جماعه، حلو قوي، يتاكل كده من ني كده من حلاوته والله العظيم حلو قوي. بصوا بقى زي ما احنا شايفين اهو. ناس كتير قوي ما بتعرفش تعمل بيه ايه، وناس كتير بترميه. فاحنا استفدنا منه وعرفناكم ازاي نستفاد منه. لازم تسلقيه، ما تنفعش تعمليه من غير سلق لانه بيبقى مر جدا. لو عملتيه من غير سلق هيبقى مر جدا معاكي، لازم تسلقيه. تمام كده. يعني عكس ورق الخاص، انت ورق الخاص ممكن تنزليه في شويه ميه سخنين وتطلعيه تعملي منه، او هو لو دبلان شويه معاكي من غير ما يعني لو غسلتيه بس كده ودبل معاكي بتعمليه من غير سلق. لكن ورق الليفت لازم تسلقيه، لان لو ما سلقتهوش بيبقى فيه مراره كده. تمام اهو. كده خلصنا احنا بقى. وطلع ما شاء الله الورق اخضر وجميل وحلو ازاي، تحفه، جميل قوي قوي قوي. يلا بقى نشوف التسبيكه بتاعتنا ونشوف هنعمل لها هنعمل فيها ايه. طبعا ده شويه بصل اتبقوا مني كده، هبتدي ان انا ابهرهم بقى واعملهم زي مرته كده يا حبايب قلبي. يعني ايه يا ام دنيا مرته؟ يعني بتجيب البصل بتاعك ومعلش معاه فلفل اخضر كده، وبتضربيه معاه في الكبه، وبعد كده بتحطي له بهارات، بتحطي له فلفل اسمر وكمون وملح زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بتحط له فلفل اسمر وكمون وملح، كل البهارات بتاعتك اللي انت بتحبيها، بهارات المحشي. بتعمليه كانه محشي عادي يا جماعه، محشي عادي خالص. انا ببقى احب احط له احط له كام فص من الحبهان كده وبعدهم عشان بحشهم وانا وانا بحشي. تمام كده. وببتدي بقى انا انزلهم مع التخديعه بتاعتي. واول ما تتسبك معايا هجهز معايا بقى الحله بتاعتي وهفرشها الفرشه بتاعتي. انا حطيت جزر وحطيت طماطم، لو انت حابه تحطي جزر وطماطم وفلفل
وتحطي بصله عادي في ارضيه الحله عادي خالص، اللي انت عايزه تحطيه في الحله من تحت بتحطيه عادي. وبتحطي لها طبعا معلقه كمون ومعلقه زيت صغيره. تمام، دي للارضيه بتاعه بتاعه المحشي. عندي بقى بصوا شايفين زي ما انتم شايفين كده اللون بتاع بتاع الكاميرا مش جايب لكم لون الرز، هو احمر قوي. هو الرز والله احمر جدا، بس هو مش باين في الكاميرا لان الاضاءه مش جايباه كده. طبعا والله العظيم ومعايا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومعايا الشبت ده انا بحتفظ بيه في الفريزر، بس هو اصلا ابيض، بس مش عارفه يعني هو اصلا لونه اخضر. اخضر خالص، بس مش عارفه مش باين في الكاميرا ان هو اخضر ليه. هو لونه اخضر جدا جدا جدا. بصوا زي ما احنا شايفين كده اهو. يعني حتى انا عايزه اقربه من الكاميرا بس مش عارفه، ما عرفتش اقربه من الكاميرا كويس. زي ما احنا شايفين كده مع بعض اهو. بدات بقى ان انا اجهز الحشوه بتاعتي او احشي. بصوا المحشي بتاعي تحفه ازاي. شايفين الورق بتاعت، بصوا الورقه عامله ازاي، شكلها تحفه ازاي، شكلها جميل جدا. الورقه عريضه ما شاء الله وكبيره، تعمل 3 صوابع محشي. تمام كده. بصوا زي ما انا قسمتها من فوق كده قطعه، ومن تحت كده قطعه. بصوا ما شاء الله صباع المحشي عامل ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميل جدا ازاي. شايفين حلوه قوي. هنعمل كمان صباع محشي كمان معاكم اهو. على فكره هو بيبقى ليه وش وظهر. الحته اللي بتلمع دي بيبقى الوش بتاع المحشيايه، والحته التانيه اللي هي مش بتلمع بتحط فيها الرز من جوه، بتحشي فيها الرز من جوه. بصوا زي ما انتم شايفين معايا كده. بصوا اهو، دي القطعه اللي بتلمع سبتها لبره، والتانيه حطيتها لجوه عشان يبقى شكل المحشي وانت بتقلبيه كده تحفه. تمام كده يا حبايب قلبي زي ما احنا شايفين اهو. تمام. بصوا بقى واحده تانية كمان معاكم اهي. بصوا اهي. تمام كده. نفس اللي انا بعمله اهو بحشي كده. بصوا اهي. لازم تقفلي المحشيه بتاعتك من قدام ومن ورا بحيث ان هي تبقى الصباع بتاعك محكوم، ما يطلعش معاكي معاكي الرز. تمام كده يا حبايب قلبي. شايفين شكلها حلوه ازاي، جميله جدا. بتعاملي بقى معامله اي محشي تاني خالص. يا ريت بقى لو اي حد كان بيرميه يقول لي في الكومنتات كده ويستفاد منه ويعمله ويجربه، هيقول لي بجد بجد تسلم ايدك يا ام دنيا. حلوه قوي قوي قوي، وهيعجبكم جدا 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 والله العظيم بجد جميل جدا يا جماعه. بصوا حلو ازاي، حلو قوي. طب لو حد برضو بيجربه معايا ومتابعني يقول لي برضو ان هو بيعمله بيبقى كويس ولا ايه. اهو بصوا احنا شايفين كده. كده بقى بدات ان انا اخلص معايا شويه المحشي بتوعي. وبعد كده بقى انا عندي شوربه بط كانت انا عاملاها. هبتدي ان انا ببقى احتفظ بالباقي كده في الفريزر. هبتدي ان انا احط فيه اسقيه بشوربه البط بتاعتي. او لو عندك مرقه دجاج بقى حط له واحده مرقه دجاج عليه وسويه عادي زي المحشي العادي خالص. بتحطيه على البوتاجاز، واول لما بيغلي بتروحي مهديه على النار وسايباه شويه صغيرين كده. مش زي الكرنب بيساب كتير يا جماعه، بتسيبيه مثلا شويه صغيرين مش كتير قوي يعني بتلدن. تجيب واحده بقى وتدوقيها تشوفي طعمها استوت ولا لا. ولو كده لو استوت بقى بتطفي عنها، لو ما استوتش بتستني شويه. طبعا بيبقى الشوربه بتاعته اللي بتحطها له او العقد بتاعه بيبقى فوقه على طول، يعني فوق السطر الاخير على طول. ما بتكتريش ميه كتير عشان ما يعجنش منك. تمام كده. تمام زي ما احنا شايفين كده. بصوا شكله اهو، انا بوريكم بصوا شكل المحشي عامل ازاي. بجد كان تحفه جدا جدا جدا. والمحشي كان جميل ومظبوط وصوابعه شكلها، شوف شكلها جميل قوي. بصوا عامل ازاي، تحفه تحفه تحفه. لو عجبكم الفيديو بقى يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده بقى يا حبايب قلبي شكله بعد ما بعد ما استوى معانا. تحسوا ان هو ورق عنب جميل جدا وكان تحفه قوي قوي قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.